ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ قبل ما نبدا الفيديو كل واحد يكتب في الكومنتات دعوه حلوه لاخواتنا في فلسطين. الفيديو بتاع النهارده مختلف جدا، لا بجد جدا، لان كندا عايزه تروح تعالى ده في بلاوي. كان يوم عادي جدا يا جماعه، وانا قاعد بره في الريسبشن لقيت كندا داخله عليا ومعاها شنطه سفر. لا شنطه سفر بجد مش هزار. قلت لها رايحه فين يا كندا؟ قالت لي بابي بعد اذنك انا عايزه فلوس. فلوس ليه يا كندا؟ فلوس هتعملي بيها ايه؟ قالت لي بعد اذنك بسرعه جدا انا عايزه فلوس. يا بنتي فلوس؟ طب انت عايزه كام؟ 5 جنيه؟ عايزه تجيبي حاجه حلوه يعني؟ قالت لي لا انا عايزه 20 جنيه. 20 جنيه ليه يا كندا؟ هتجيبي ايه ب 20 جنيه؟ قالت لي لا ثواني يا بابي، وقعدت تفكر تاني يا جماعه، وبعد كده رجعت قالت لي لا خليهم 50 جنيه يا بابي. 50 جنيه يا بابي؟ ليه يا كندا 50 جنيه يا بابي؟ هتعملي بيها ايه؟ بعد اذنك يا بابا بسرعه. قلت لها طيب ثواني بس حبيبتي معلش ثواني، شنطه السفر اللي معاكي دي بتاعت ايه؟ قالت لي خدت فيها كل هدومي. خدت فيها كل هدومك ليه؟ هتعملي ايه؟ انت مسافره؟ قالت لي ايوه مسافره ودلوقتي وعايزه 50 جنيه بعد اذنك، ولا اقول لك خليهم 100 جنيه. 100 جنيه ليه يا كندا؟ هتعملي ايه ب 100 جنيه؟ انت عايز تروحي فين يا حبيبتي؟ طيب قولي لي وانا اوديكي، يعني قولي لي بابي عايزين نروح مثلا عين السخنه، نروح شرم الشيخ، نروح الغردقه، يعني قولي لي حبيبتي عايزه تروحي فين؟ المهم قالت لي يا بابي بعد اذنك انا هقول لك كل حاجه في ميعادها. كل حاجه في ميعادها؟ هو في ايه يا كندا؟ بابي بعد اذنك هات ال 100 جنيه دلوقتي. طب يا بنتي هتجيبي بيها ايه؟ هتطلعي بيها جواز سفر يعني ولا انت هتعملي ايه؟ فهميني يا كندا طيب علشان اقدر اساعدك يا حبيبتي. قالت لي هو حضرتك مش متابع السوشيال ميديا؟ قلت لها لا متابع. قالت لي مش عارف ايه اللي بيحصل في فلسطين؟ قلت لها لا طبعا عارف يا حبيبتي ايه اللي بيحصل ومتابع جدا، واحنا ما فيش حاجه في ايدينا نعملها، يعني احنا لو في ايدينا حاجه نعملها هنروح نعملها حبيبتي. قالت لي لا في ايدينا وانا هروح اعمل. هتروحي تعملي ايه يا كندا في فلسطين يا كندا؟ هتروحي ازاي اصلا؟ قالت لي هروح يا بابي خلاص انا خدت القرار. يا بنتي قرار ايه؟ انت عايز تعملي ايه يا كندا؟ فهميني. قالت لي طب ثواني هحسبها، وبدات تحسب يا جماعه على ايديها. قال لي 1 2 3 4 5 6 7 8. قالت لي بابا احنا ممكن نخليهم 150 جنيه. يا نهار ابيض يا بنتي انت عايزه تعملي ايه؟ ما تفهميني يا كندا انت عايزه تعملي ايه؟ قالت لي مش بتروح تفرقع فيهم حاجات؟ قلت لها وحشين جدا يا كندا، عاملين يفرقعوا فيهم حاجات يا كندا والموضوع هناك صعب جدا، انت ما ينفعش تروحي يا حبيبتي. قالت لي لا ما انا برضو هروح افرقع فيهم حاجات. هتروحي تفرقعي فيهم حاجات؟ هي الشنطه دي فيها ايه؟ انت يا بنتي انت رايحه تعملي ايه؟ قالت لي بابي بعد اذنك انا عايزه 150 ولا اقول لك خليهم 200 جنيه يا بابي علشان انا هفرقع فيهم كل الحاجات. هتفرقعي جرى ايه يا كندا؟ انت عايز تعملي ايه؟ قالت لي يا بابي عارف اللبان اللي انا بحبه اللي بيعمل بالونه كبيره 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 وهوب يروح مفرقع؟ الله ايه يا كندا؟ ايوه عارفه حبيبتي اللبان اللي بيفرقع. ماله حبيبتي هتعملي بيه ايه؟ قالت لي زي ما هم بيروحوا يفرقعوا في فلسطين حاجات انا هروح افرقع فيهم اللبان. يا قلبي يما، يا قلبي يما. يا كندا انت هتروحي تفرقعي فيهم اللبان يا كندا؟ هم كده هيموتوا يعني؟ قالت لي ايوه ما انا مش عارفه اعمل ايه يا بابي، انا مش عارفه اعمل ايه، انا عايزه اروح انقذهم. هتنقذيهم بفرقعه اللبان يا كندا؟ هتنقذيهم يا حبيبتي فرقعه اللبان؟ انت ممكن تنقذيهم على فكره، ادعي لهم. احنا ممكن نقاطع المنتجات اللي هي بتساعد الناس الوحشين دول ونجيب منتجات مصريه حلوه جميله، ونفضل بقى ايه لما احنا نقاطعهم هم بقى ايه اقتصادهم هيقع. قالت لي ايه اقتصادهم دي؟ قلت لها اقتصادهم يعني احنا لما بنشتري المنتجات بتاعتهم الفلوس اللي احنا بنشتري بيها بتروح لهم، فهم بيشتروا بيها حاجات بيفرقعوا بيها حاجات في اخواتنا في فلسطين. قالت لي بابي انا تهت بجد، انا تهت، انا دلوقتي عايزه اروح هناك. يا بنتي عايزه تروحي تعملي ايه يا كندا؟ ما ينفعش. قالت لي لا هروح، ولو مش تديني 200 جنيه انا هنزل هاخدهم من عمو تحت وهقول له خد فلوسهم من بابا. ليه يا كندا؟ ليه يا كندا هتخليني مديون يا كندا بشويه لبان؟ يا حبيبتي هتجيبي ب 200 جنيه لبان؟ يا كندا حرام عليكي يا كندا، يا كندا افهمي يا كندا، ما ينفعش يا حبيبتي اللي انت بتقوليه ده. طيب يا بابي انا اعمل ايه؟ انا عايز اساعد اخواتي، انا عايز اساعد الاطفال اللي بيموتوا هناك في فلسطين. فقلت لها خلاص يا كندا خلاص احنا ممكن نساعدهم بالمقاطعه، ده اللي احنا نقدر نعمله. احنا نقاطع المنتجات الوحشه اللي هي بتروح فلوسها ليهم، ونجيب المنتجات المصريه الحلوه ونخلي اقتصاد مصر بقى يبقى كبير. ومنتجات مصر يا كندا جميله قوي والله، احنا ما كناش شايفينها، كنا بس عايزين نشتري الحاجات اللي هي الاوروبيه علشان نبقى زيهم وعشان مش عارف ايه، انما انا اوعدك هجيب لك بقى الحاجات الحلوه بتاعت مصر. رحت لقيتها يا جماعه سابت الشنطه على جنب وقالت لي طيب هات 10 جنيه. ليه يا كندا 10 جنيه؟ عايزه حاجه حلوه. حاضر يا كندا هجيب لك حاجه حلوه بس مش دلوقتي يعني. قالت لي الله ما احنا عايزين نساعدهم، دلوقتي احنا نعمل ايه؟ احنا عايزين نساعدهم دلوقتي، هات 10 جنيه اجيب حاجه حلوه مصريه. حاضر يا كندا. وطلعت ال 10 جنيه يا جماعه وخدت اخوها ونزلت جابوا حاجه حلوه مصريه، ما اعرفش جابوا بيك شيبس وما اعرفش عصير بيست ولا جابوا ايه حاجه كده يعني، ولكن على فكره المنتجات المصريه جميله جدا والله العظيم يا جماعه جميله جدا. احنا بقالنا تقريبا دلوقتي داخلين في حاجه و20 يوم تقريبا صح
مقاطعين كل المنتجات الوحشه بالنسبه لنا وبالنسبه لاولادي، احنا مقاطعين كل حاجه يا جماعه الحمد لله، ويا رب نستمر على الموضوع ده. دي اقل حاجه نقدر نقدمها لهم، وادعوا لهم في كومنتات كتير يا جماعه، واعملوا شير ولايكات وسبسكرايب واعملوا كل حاجه يا جماعه. يعني ايه فرفشوا علينا كده، احنا بقالنا كتير قوي ما بننزلش محتوى بسبب اللي بيحصل في فلسطين، ولكن ان شاء الله باذن الله وعد ان احنا نحاول كل يوم ننزل لكم فيديو، سواء بلاوي او فيديوهات مع زين وكندا وهم بيذاكروا، او نفكر نعمل لكم اغنيه جديده، لان احنا بقالنا دلوقتي شهرين تقريبا يعني دماغنا الصراحه مش عارفين نفكر بسبب الاحداث اللي بتحصل نعمل لكم اغاني جديده، ومش هيبقى الوقت بتاعها مناسب ان احنا نعمل اغاني ملهاش علاقه يعني بالقضيه. ولكن ادخلوا اسمعوا يا جماعه اغنيه فلسطين هي ارضي. الحمد لله دلوقتي الاغنيه وصلت 2 مليون و100 الف مشاهده، وفي فيديو تاني للفيديو كليب واحنا بنسجله في الاستوديو واصل برضه حوالي 800 الف مشاهده. احنا بنشكركم جدا يا جماعه على دعمكم وحبكم، واتمنى الدعم ده يستمر، وادعوا لاخواتنا في فلسطين. باي باي. الاحداث اللي حاصله دلوقتي والله العظيم مبسوط منها. انتوا مش قادرين يا جماعه تعرفوا انا دلوقتي بقيت عامل ازاي. انا يا جماعه بقى معايا فلوس، والله العظيم بقى معايا فلوس، وعرفت فلوسي بتروح فين. يعني انا عرفت فلوسي بتروح فين. تعال احكي لكم بقى انا ازاي بقى معايا فلوس، وعرفت منين مين اللي بياخد فلوسي. بسبب الاحداث اللي حاصله دي احنا قررنا بقى لنا دلوقتي 15 يوم او داخلين في 20 يوم احنا عاملين مقاطعه لكل المنتجات الاجنبيه، سواء بقى اكل او شرب او حلويات او اي حاجه تانية. وخلي بالكم ان تاثيرها قوي جدا، والله العظيم يا جماعه قوي جدا جدا جدا. والاسهم بتاعت الشركات دي بدات تنزل حقيقي مش هزار، بدات تنزل. ولكن بسبب المقاطعه دي يا جماعه انا حسيت بفرق ضخم جدا في العمله اللي في جيبي معايا فلوسي. ازاي بقى؟ كان دايما زين وكندا كل يوم بابا احنا عايزين 5 جنيه، بابا احنا عايزين 10 جنيه، بابا احنا عايزين 20 جنيه، بابا احنا عايزين نجيب شيبسي، بابا عايزين نجيب بيبسي، بابا عايزين نجيب حاجه حلوه، بابا عايزين مش عارف ايه. وانا طبعا سواء مصروف مدرسه او عايزين يجيبوا حاجه حلوه في اليوم 5 10 20 اللي بقدر عليه. ولكن من ساعه المقاطعه يا جماعه حصل تغير رهيب، يعني مش قادر اقول لكم. بقوا كل ما يجوا لي بابا احنا عايزين حاجه حلوه، احنا مقاطعين. يا بابا انا نفسي في شيبسي، مقاطعين الشيبسي. بابا نفسي في بيبسي، مقاطعين البيبسي. يا بابا عايزين نجيب حاجه حلوه. يا اولاد احنا مقاطعين مش هنقدر نجيب حاجه حلوه. عدى يوم واثنين وثلاثه واربعه بدا زين يجي يقول لي بابا عايزين حاجه حلوه مصري. حاجه حلوه مصري. ماشي حبيبي ماشي. عايزين كام يعني؟ زين يقول لي 10 وكندا تقول لي 20 على حسب يعني. بكره هديكم تجيبوا حاجه حلوه مصري. ماشي يا بابا. تاني يوم يجوا لي بابا احنا عايزين مصروف، عايزين نجيب حاجه حلوه. ماشي حبايبي حاضر بس مصري. قالوا لي طبعا مصري. ماشي خلاص اتفضلوا. واديت كل واحد 10 جنيه، ونزل زين وكندا السوبر ماركت عشان يجيبوا حاجه حلوه مصري. المهم طلعوا من غير حاجه. الله ايه يا اولاد ما جبتوش ليه؟ بابا ما فيش اصلا منتجات مصري في السوبر ماركت. احلف. قال لي والله دورنا ما فيش. قلت لهم لا يا جماعه ده هم قالوا سبيروس باتس موجوده وكولا بيك كولا دي موجوده ومش عارف ايه وبيك شيبس موجود ما فيش يا بابا. قلت لهم طب هاتوا الفلوس نجيب بيها بكره. قلت لهم لا بكره نبقى نشوف الموضوع ده. وخدت الفلوس. تاني يوم اديهم نفس الفلوس، ينزلوا ما يلاقوش الحاجه يروحوا طالعين مديني الفلوس. تالت يوم ينزلوا ما يلاقوش الحاجه يروحوا مديني الفلوس. وهكذا يا جماعه بقى لنا 10 15 يوم تقريبا مش لاقيين المنتجات اصلا المصري في اي حته، مش لاقيينها. فالحمد لله يا جماعه انا عرفت فلوسي كانت بتروح فين. في الحاجه الحلوه. والله العظيم يا جماعه كانت بتروح في الحاجه الحلوه. انا بدات اوفر يا جماعه فلوس. بقت مراتي تقول لي احنا عايزين فراخ. والله حاضر هجيب لك. عايزين لحمه عيوني هجيب لك 8 كيلو لحمه. حاضر. في حاجه ثانيه عايزين حاجه ثانيه. طب عايزين خضار عايزين مش عارف ايه. بقيت اجيب يا جماعه حاجات في البيت يا جماعه بسبب الحاجه الحلوه. بقى في توفير يا جماعه. بس انا من موقعي هذا الصراحه يعني انا بما اننا مقاطعين يا شركات يا مصريه مقاطعين زودوا لنا المنتجات شويه. ولادي ما يجيبوش حاجه حلوه. سبيروس باتس دي اقسم بالله العظيم انا ما دقتها لحد دلوقتي. بقى لنا 20 يوم مقاطعين بدور عليها في المحلات والسوبر ماركتات والاكشاك وكل مش لاقيها. يا جماعه عايز اجرب المنتجات المصري. اكتبوا لنا يا جماعه في الكومنتات ايه المنتجات المصري علشان انزل اجيبها وهعمل لكم عليها فيديو بقى ان شاء الله. بس اكتبوا لي اعملوا لي لسته كده في الكومنتات مشروبات وشيبسيهات وايه تاني وشوكولاتات، واكتبوا لنا كل حاجه مصري. ولو في طبعا ايه حاجات تانية زي مسحوق غسيل اكتبوا لي في الكومنتات. والحمد لله يا جماعه اكيد كل اب وكل ام حاسين باللي انا حاسه بالتوفير بسبب الحاجه الحلوه. وبس كده يا جماعه. باي باي.